طريق المرات القادمة. انت كده ايجابي وصاحب قرار تعليم الآخرين كيف يساعدوك على الحركة الآمنة المستقلة. وإليكم أيها الرفقاء ممن جمعتهم الحياة مع أبنائنا من فاقدي البصر، خلي بالك عند وصف طريق لفاقدي البصر اذكر الأماكن بأسمائها، ولا تقول لفظ هناك، وممكن أن ترشدوا بعدد الخطوات إن أمكن، وما يميز المحلات من روائح وأصوات أو أسماء. أماكن تمثل علامات فارقة في الطريق حتى تساعده على أن يسترشد بها عند السير منفردا. وإلى اللقاء في إيجابية أخرى. دكتورة عزة ممدوح. أصدقائي أهلا بكم، وهذا اللقاء المتجدد من البرنامج. نسعد اليوم أصدقائي بضيافة الدكتور شريف أحمد عبد الحميد، أخصائي اختبارات ومقاييس نفسية جامعة عين شمس وعلم النفس العصبي. برحب بحضرتك معانا دكتور في برنامجنا النهاردة. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، أنا سعيد واتشرفت بوجودي مع حضرتك النهاردة، وشكرا جدا لحضرتك وأسرة البرنامج المستمعين. دكتور شريف، حضرتك أعديت رسالة حديثة أو بحث حديث حصلت به على درجة الدكتوراه في مجال صعوبات التعلم. هذا البحث يقدم أسلوب جديد في ما يتعلق بتأهيل الأصدقاء من ذوي صعوبات التعلم، يقدم طريقة جديدة أو أسلوب جديد للتأهيل والعلاج بما يحسن من مهارات أبنائنا من ذوي صعوبات التعلم، ويسهم بدمجهم في العملية التعليمية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية. بس قبل ما نتطرق إلى هذا الجديد الذي قدمه البحث والطريقة الجديدة التي يعتمد عليها العلم في تأهيل أبنائنا من ذوي صعوبات التعلم، نعرف مستمعينا يعني فرصة للتوعية طبعا بمفهوم صعوبات التعلم. يعني إيه صعوبات تعلم؟ ماذا وما هو الفرق بينها وبين بطيء التعلم أو التأخر الدراسي؟ يعني مفاهيم كتيرة في هذا المجال قد تتداخل لدى الشخص العادي، ولكن هي فروق علمية ولا بد من أخذها في الاعتبار، لأن لكل حالة خصائصها، وبالتالي لكل حالة أساليب التأهيل والعلاج والتعامل. فصعوبات التعلم دكتور شريف. تمام يا فندم، طبعا أنا بشكر حضرتك أولا على هذا الطرح الرائع، وزي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ان صعوبات التعلم هو فئة كبيرة من الأطفال بتمس أغلبية البيوت أو معظم البيوت النهاردة. أولياء الأمور في المنزل أو المعلمين في المدارس بيعانوا من طرق التعامل مع أولياء الأطفال، وما زالوا لسه ما قدروش ان هم يوصلوا لحلول جذريه تقدر ان هي تساعد الاطفال بشكل نهائي في حل ازمتهم، سواء على المستوى النمائي او الاكاديمي. هي المشكله يا دكتور، انا عايزه اقول لحضرتك كده من تجربه انه المشكله انه قد لا يتصور الاهل او حتى المعلم القائم على العمليه التعليميه ان هذا الطفل لديه مشكله لابد من علاجها. هم يعني احيانا يتم تفسير المشكله انه اهمال من الطفل، انه طفل مشاغب، طفل شقي، طفل مهمل، طفل مدل. يعني هنا بتهم الطفل بالقصور والتقصير دون ان انتبه ان هي مشكله عنده وهو محتاج علاج. دي حقيقة يا فندم، فعلا بعض اولياء الامور او المعلمين فعلا بينظروا لطفل صعوبات التعلم ان هو زي ما حضرتك تفضلت كده وقلت ان هو طفل شقي رافض التعليم، حركته كتير، مشتت. لكن في الحقيقه برضو من جانب الجزء الخاص بالتوعيه ان احنا لازم برضو نفصل ما بين من هو طفل صعوبات التعلم وايه هي المحكات اللي انا اقدر من خلالها بقيس او اقول ان ده طفل صعوبات التعلم. ونقدر نتكلم برضو عن بعض النظريات المفسره بحيث ان برضو تدي رؤيه للقائمين على العمليه التعليميه ان هو مش يبقى بشكل علمي دقيق، بس يبقى عنده خلفيه ان ممكن الطفل ده يحتاج ان هو يقوم ببعض الاختبارات التحصيليه والنمائيه عشان يتاكد ان هو صعوبات تعلم ولا لا. طيب ببساطه طفل صعوبات التعلم ده، خلينا نتكلم في البدايه ان تعريف صعوبات التعلم ده تعريف تربوي عام بيشير الى بعض الاضطرابات اللي بتعوق العمليه التعليميه بشكل او باخر. طفل صعوبات التعلم ده مستوى ذكائه بيكون طبيعي، ما ينفعش يكون طفل تاخر عقلي او يكون مستوى ذكائه اقل من الطبيعي، لازم يكون من المتوسط لفوق المتوسط. بيبدا يظهر على الطفل ده ان هو عنده مشاكل في الجزء النمائي، في الانتباه او الادراك او الذاكره،
وبالتالي بتأثر بشكل كبير جدا على المهارات الأكاديمية، أو إن هو يقدر يحصل أكاديميا بشكل سليم زي القراءة أو الكتابة أو الحساب. خلينا نتكلم إن طفل صعوبات التعلم برضو في نقطة أسبابه بتكون متوقفة عن حرمان بيئي او حرمان تعليمي في المنزل، ما بياخدش القدر الكافي من التأهيل الأكاديمي في المنزل، بيعيش في بيئة مش مدعمة أكاديميا. طب ايه المقصود بالتأهيل الأكاديمي يا دكتور؟ لأن انا في المنزل مش معلم، انا بالزبط. أب أو أم. بالظبط يا فندم. اوقات كتير جدا ان البيئة المحيطة بالطفل بيكون فيها جزء من الاهتمام او الحرمان البيئي شوية، بمعنى ان ممكن يكون عدد الأطفال كتير في البيت، الطفل مهمل أكاديميا في حتة مفيش اهتمام، مش موفر له انه يقرا بالزبط. يروح المكتبة يقرا حاجات كده يعني بالظبط، متابعة دروس او ان هو يعتمد على نفسه بالقدر الكافي في مرحلة وما ينفعش يعتمد على نفسه بنسبة كبيرة. زي ما قلت لحضرتك كده في حرمان بيئي، ان اهتمام باكثر من طفل في وقت واحد، مش واخد القدر الكافي من الرعاية التعليمية. اوقات كتير تكون البيئة المحيطة ان بعض اهالينا البسطة اللي ممكن يبقوا عايشين في اماكن بيبقى حوالين مصانع، في دوشة كتير، في ما بيكونش الطفل قادر ان هو يركز البيئة مش مناسبة بالظبط كده. البيئة اوقات كتير ما بتكونش مناسبة، التغذية نفسها ما تكونش مناسبة، ان هو طبعا في مرحلة نمو، فبالتالي قدرته النمائية بتبتدي تضعف نتيجة ان هو المراحل المعرفية عنده او النمو المعرفي عنده مش ماشي بالشكل الطبيعي. اوقات كتير جدا بيكون الطفل ده، ودي برضه هنتكلم فيها، ان ممكن يكون عنده ضعف سمعي والام مش واخده بالها، ممكن يكون ضعف في البصر والام مش واخده بالها. دي كل ده بتاثر على العمليات الاكاديميه. زي ما قلنا في حرمان بيئي، عدم كفايه التاهيل الاكاديمي في المنزل، كل دي من دورها ان هي ممكن تؤدي لطفل صعوبات تعلم واحنا مش واخدين بالنا. يعني هنا معظم أسباب صعوبات التعلم لدى الأطفال بتكون أسباب مكتسبة، بيئية مكتسبة، مش بالضرورة تكون جينية أو وراثية أو بالظبط يا فندم، بالظبط. وبرضه هنتطرق برضه لحاجة في التصنيفات العلمية الحديثة زي الديس ام 5 اللي هو دليل التشخيص الإحصائي الخامس. النهارده صنف تصنيف علمي جديد. طبعا زي ما احنا قلنا ان احنا صعوبات التعلم ده هو مفهوم تربوي عام. جه الديس ام 5 صنف مفهوم جديد اسمه اضطراب التعلم المحدد، وصنفه بشكل طبي اندرج تحت التصنيفات النمائيه العصبيه او الاضطرابات النمائيه العصبيه، واثبت او اقر ان اضطراب التعلم المحدد هو اضطراب نمائي عصبي اساسه خلل في الشبكات العصبيه اللي بتكون مختصه بعمليه القراءه او الكتابه او الحساب. فاحنا هنا برضو لابد ان احنا نفصل، ودي طبعا انا كنت بتكلم فيها في مرارا وتكرارا يعني الفرق ما بين ان احنا نشخص بشكل دقيق طفل صعوبات التعلم وطفل اضطراب التعلم المحدد. التشخيص الصحيح بيفرق كتير طبعا. جدا يا فندم، لان احنا ممكن نتعامل مع طفل الاس ال دي او اضطراب التعلم المحدد ان هو صعوبات تعلم، وبالتالي الطفل ما بيتحسنش، بياخد مده طويله جدا 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 وهو مش صعوبات، هو اضطراب تعلم محدد. شخصت غلط وعالجت غلط. بالظبط يا فندم، بالظبط يا فندم. التفريق الجوهري ده مهم جدا لسبب ان طفل صعوبات التعلم زي ما حضرتك تفضلتي واوضحنا ان هو ممكن يكون اسباب بيئيه، يعني حرمان بيئي، ممكن عدم التوجيهات الاكاديميه، اهمال مدرسي. مجرد ما ده رجع على التراك تاني او ادينا له التعليم او ادينا له الاهتمام بيتحسن طفل صعوبات التعلم. لكن طفل اضطراب التعلم ما بيتحسنش. ليه؟ لان هو المشكله بتبقى نمائيه عصبيه، جايه خلل من المخ نفسه. تمام. فدي بتاخد تدريب طويل شويه عن اطفال صعوبات التعلم، ممكن تستمر لمراحل متقدمه من العمر. بالظبط، لان هي هنا متعلقه بقى بامور تتعلق ببناء الجسم نفسه. حضرتك بتقول المخ بقى تتعلق بحاجه تتعلق بالمخ، فبالتالي ده شيء يعني عيب خلقي زي ما بنقول. بالظبط يعني يا فندم. نقدر نقول برضو ان برضو حتى احنا التصنيف الحديث برضو لما حطينا بعض المعايير في اضطراب التعلم المحدد ابتدى يحط لنا ان احنا لابد ان هو يكون الطفل جلس على مقعد الدراسه، يعني دخل المدرسه وتلقى العمليه التعليميه، فابتدت تظهر عنده المشكلات الاكاديميه. ما ينفعش ما قبل الدراسه. الديس 5 قال لازم يكون جالس على مقعد الدراسه وتلقى العمليه التعليميه، وابتدت تظهر المشكله. لكن بالنسبه لصعوبات التعلم ممكن يبقى ليها مؤشرات، ممكن يبقى ليها مؤشرات نمائيه ما قبل مرحله الدراسه، يعني انتباهه ضعيف، بيتشتت بسرعه، الادراك نفسه ضعيف، ما زال بيغلط ما بين شكل الحروف، ما بين شكل الارقام، بينسى بسرعه، انتباهه مش مركز. احنا بنقدر نقول ان دي ممكن تبقى مؤشرات، لكن انا ما بقرش ان ده طفل صعوبات غير ما يدخل المدرسه. لابد من اخضاعه للفحص الدقيق وبالتالي تشخيص صحيح. بالظبط يعني يا فندم، بالظبط. طب هنا صعوبات التعلم كل مشاكله في الناحيه التعليميه، يعني اجتماعيا متواصل بشكل طبيعي، بيقدر يسمع الحكايه مثلا على بعضها، يفسر الموقف، يعني يتابع ما يحدث اجتماعيا بشكل طبيعي، هو فقط قاصر على الناحيه التعليميه
التعليمية، ولا ممكن يكون هناك تأثر في التفاعل الاجتماعي أو التواصل الاجتماعي بالنسبة لصعوبات التعلم؟ سؤال مهم يا فندم وبشكر حضرتك جدا عليه. هو فعلا صعوبات التعلم هي بيصاحبها بعض الانماط السلوكيه والاجتماعيه والتفاعليه بتكون مصاحبه الاطفال صعوبات التعلم. على سبيل المثال الطفل مثلا، نتكلم على بيئه الفصل وليكن طفل صعوبات التعلم اللي بيكون عنده مثلا تاخر وهو شايف نفسه ان هو متاخر عن اقرانه، بيبتدي يقعد في الفصل، بينسحب من الفصل، يبتدي يقعد ورا خالص لان هو شايف نفسه ان هو اقل من اقرانه، وبيتاثر نفسيا بقى هنا بسبب المشكله التعليميه بتنعكس عليه نفسيا. ثقته بنفسه بتقل جدا جدا جدا، يعني طول الوقت هو شايف نفسه اقل من اقرانه، بتاثر عليه نفسيا جدا. اوقات كتير بعض الاطفال بيظهر عليهم النمط العدواني، ان هو طالما انا فاشل فبالتالي انا هطلع ده على زمايلي في الفصل عشان انا حاسس ان انا فاشل وان انا اقل منهم. فدي بعض المظاهر السلوكيه والنفسيه اللي بتظهر عليهم اجتماعيا. هو بينسحب اجتماعيا من اي حاجه فيها تنافس اجتماعي او تنافس اكاديمي، ما عندوش ثقه. بالظبط يا فندم، عنده ضعف ثقه بنفسه، فبالتالي بينسحب من اي تنافسيه سواء اجتماعيه او اكاديميه. علاقاته الاجتماعيه الام تشتكي دايما، ودي الشكوى المعتاده، تقول لي هو ملوش اصحاب، بيبعد عن اصحابه. لما نيجي نسال اقول لها طب ثقته بنفسه، تقول له ثقته بنفسه وقع، يعني ما عندوش ثقه بالنفس لان هو شايف نفسه ان هو اقل من اقرانه. حتى في البيئه الاجتماعيه الخارجيه بتلاقيه برضو قاعد لوحده، متردد ان هو يتكلم، لان اوقات كتير برضو في ما يجي مثلا الطفل، ودي برضو اوقات كتير بتيجي من الامهات من البيت، وانا دايما ابلغ بها الامهات اللي بيجوا لنا العياده، فبلغهم بده. طبعا الام بتبقى بمشاعر الحب والامومه ان هي عايزه ابنها يبقى احسن حد، فبالتالي طول الوقت ممكن غصب عنها تبتدي تشخط وتبتدي تزعق وهي بتذاكر معاه. ممكن يبقى الولد عارف الاجابه الصح بس خايف يقولها يبقى يلاقي رد فعل يضايقه. فطول الوقت هو متردد، طول الوقت عنده ضعف ثقه بنفسه في قدراته. بمجرد الاطفال دي ما تم تدريبهم وتم تاهيلهم ويبتدوا يتحسنوا شويه في القراءه او الكتابه، تبدا ثقته بنفسه تعلى تاني، ويبدا تفاعليا واجتماعيا يبتدي يبقى افضل من الاول. فكل ما المستوى الاكاديمي والمهاري زاد مع الطفل، كل ما ثقته بنفسه وتفاعلاته الاجتماعيه بتبتدي تزيد اكتر، والعكس صحيح. يعني مع علاج المشكله بتزول هذه المشكلات الاجتماعيه والتواصليه عند الطفل. اكيد يا فندم، اكيد طبعا. تمام. وطبعا مع الارشادات طبعا للام، الارشاد الاسري ده مهم جدا في كيفيه التعامل مع هؤلاء الاطفال دول، وازاي نعلي ثقتهم بنفسهم، وازاي ندعمهم، وازاي نديهم الكلام الايجابي اللي يرفعهم من ثقتهم بنفسهم. ده طبعا مهم جدا جدا للاب والام والاسره الصغيره زي ما بيقولوا في المنزل. دكتور شريف، يعني البحث اللي حضرتك تقدمت بيه وحصلت على درجه الدكتوراه هو يقدم نظرة جديدة أو أسلوب جديد في تأهيل وعلاج صعوبات التعلم. حضرتك تشرح لنا فكرة البحث وإزاي هي يعني تقدم الأفضل في تطوير مهارات صعوبات التعلم. تمام يا فندم. هو البحث بتاعي في رسالة الدكتوراه هو كان متعلق بأطفال ذوي صعوبات التعلم والنيرو فيدباك أو ما تسمى بالتغذية الراجعة العصبية، وعلاقتها بالمعالجة المتتابعة والمعالجة المتزامنة لهؤلاء الأطفال. زي ما احنا قلنا ان أطفال صعوبات التعلم هم في الأساس ان احنا هم عندهم مشاكل نمائية اللي هي بتبقى مشاكل في الانتباه أو الإدراك أو الذاكرة. بعض الأساليب العلمية الحديثة اللي ابتدت تظهر وهي التغذية الراجعة العصبية. ببساطة كده هي فكرتها بتقوم على المرونة العصبية، او احنا ازاي بندرب المخ ان هو يدي نشاطات او نشاط كهربائي او نشاط للمخ يكون سليم عشان يقدر الطفل ده ينتبه بشكل اكبر ويقدر يتحسن اكاديميا. وليس ان النيرو فيدباك هو علاج لاطفال صعوبات التعلم، لا، هو بيحسن الانتباه اللي هو بالنسبه لنا بيبقى ربما يكون البيزك اللي بيأهله اكاديميا بالشكل السليم. فكره النيرو فيدباك هي بتقوم على المرونه العصبيه زي ما قلنا، ان هي بتنشط الموجات اللي بتكون فيها خمول ويبتدي ننشطها عشان انتباهه يعلى. بنقوم الاول بحاجه اسمها رسم المخ الكمي او الكيو اي جي. ده بيعمل زي برين ماب لموجات الدماغ، ويشوف ان الموجات اللي المفروض محتاجه ان هي تنشط وان الموجات اللي هي محتاجه تقل عشان يقدر يظبط البيزك للويفز بتاعه الدماغ. دي ناحيه طبيه. ناحيه طبيه ناحيه طبيه داخله في الجانب الطبي شويه. هنا بتحاول تشوف ايه مواقع او مواضع القوه ومواضع الضعف. بالظبط كده. يعني مثلا في من ضمن الموجات مثلا موجه اسمها ثيتا وموجه اسمها بيتا، وده البروتوكول يعتبر السائد او الاطفال اللي هم عندهم مشاكل في الانتباه اسمه ثيتا بيتا ريشيو. الموجات ثيتا دي المفروض ان الموجات دي بتكون نشطه في مرحله النعاس او ما قبل النوم. بنقول لو زادت في اليوم الطبيعي هنا بيدل ان الولد عنده تشتت في الانتباه، فلازم ان الموجه دي ان احنا نضربها ان هي تقل
في اليوم العادي عشان يزيد انتباهه. أيوة. موجة بيتا ان احنا بنبتدي ننشطها لان خاصه بالمعالجه، فاحنا بنقلل بالموجه اللي فيها التشتت ونعلي الموجه اللي فيها الانتباه، عشان نقدر نحسن انتباه الطفل فيقدر يتحسن اكاديميا. ده بناء على اجراء رسم للمخ بالظبط يا فندم، اللي هو اسمه الكيو اي جي، اللي هو رسم المخ الكمي. زي ما قلت لحضرتك احنا بيبتدي يحدد الاماكن اللي فيها كسور، ويبتدي يتحط البروتوكول. طبعا بالمناسبه ان هو بمجرد ما اتعمل البرين ماب ده الجهاز نفسه السوفت بتاعه بيقدر يعمل عمليه مقارنه معياريه، ان هو بيقارن الطفل ده بنفس الطفل اللي المفروض يكون في سنه وفي جنسه، عشان يقدر يقول اذا كانت في اختلاف في الدرجات المعياريه او هو محتاج ايه. وبعد ما بتطلع البرين ماب او التخطيط الكهربائي ده بيتعرض على الدكتور المختص، ويبتدي يحط البروتوكول بتاعه اللي يبتدي يشتغل عليه. طب هنا الشغل بيكون ازاي دكتور شريف؟ هل هو شغل او عمليه طبيه ولا عمليه تاهيليه نفسيه؟ يعني هي اكيد تدريبات بتتم ازاي، او التدريبات شكلها ايه؟ هي التدريبات ببساطه بتكون عباره زي ما قلت لحضرتك في بدايه الكلام، هي عن طريق المرونه العصبيه للمخ، ان احنا بندرب المخ ان هو يحسن النشاط الضعيف، وبالتالي بياخد تحفيز عليه. الطفل ببساطه بيقعد على جهاز بيتحط زي مجسات على المخ، المجسات دي بتكون متواصله بجهاز وقدامه شاشه عرض. الطفل بيبص على شاشه العرض اللي قدامه دي، بمجرد ما الموجه الدماغيه بتيجي على الحد اللي انا طالبه او اللي انا اللي محدده على التدريب عليه، يبدا الفيديو اللي قدامه يشتغل او يدي محفز. لو الموجه قلت عن الحد اللي انا محدده يبدا الفيديو ده يقف. فبالتالي الطفل بيبدا يركز اكتر عشان الفيديو يشتغل. فانا بدرب المخ بشكل تلقائي ان هو يحسن الموجه اللي انا محتاج انه ينتبه، تحسين الانتباه زي ما حضرتك بتقول. مع تكرار المخ بيتدرب بشكل ارادي، لان هو لا ارادي ان هو خلاص هو اتعلم بالظبط كده. فيبتدي يتحسن الانتباه مع الطفل، وبالتالي يقدر يحسن من المهارات الاكاديميه لما يجي يتلقاها بعد كده. طب هذا الجهاز او هذه الادوات متاحه عندنا في مصر حاليا؟ والله يا فندم هي دي النقطه. هي دي النقطه بقى. هو الجهاز بس للاسف ان هو تكلفته شويه غاليه، مش كل مكان موجود في مصر. يعني على مستوى مصر هي اماكن محدوده ممكن تتعدى على ربما عشان برضو ما تكونش تتعدى على الاصابع بسبب تكلفه الجهاز. تكلفه عاليه. وفي طبعا دراسات علميه كتير اثبتت ان هو ادى في علاج الاطفال ADHD واللي هم عندهم قصور في الانتباه. بس زي ما قلت لحضرتك ان هو مش تكنيك علاجي بحت لاطفال صعوبات التعلم، لكن هو ممكن يعالج البيزك اللي هو خاص بالانتباه او المعالجه في جزئيه معينه بالظبط كده، عشان يحسن الانتباه للاطفال دول ويقدروا ان هم يتحسنوا اكاديميا ومعرفيا. طيب تمام. طب هل يعني مش ممكن فكره اتاحته مثلا في المراكز البحثيه، الجامعات، كتسهيل على الاسر؟ يعني لانه برضو العائق الاقتصادي هو تحدي بيواجه معظم الاسر في توفير زي ما بنقول المعينات او الادوات المساعده لابنائهم ان هم يقدروا يعالجوا اوجه القصور عندهم اللي بينها صعوبات التعلم ومساله تحسين الانتباه اللي حضرتك اشرت اليها. بالظبط فعلا يا فندم، وانا فعلا حطيتها من توصيات الرساله بتاعتي ان هو يعني كجهات مختصه ان هم برضه يقدروا يوفروا الجهاز ده. طبعا بعد هم يثبتوا الدراسات او يطلعوا، طبعا المراكز البحثيه بتطلع على الدراسات وعارفه ان هو ادى لنتائج ملموسه في الاطفال. هو بيستخدم في اكتر من حالات الاعاقه، مش الصعوبات التعلم بس، بالعكس الاطفال الاوتيستيك والADHD الفرط الحركه وتشتت الانتباه وبعض الاضطرابات النفسيه كمان يعني زي الديبريشن وزي القلق بالظبط. ده في حد ذاته حافز اني اوفره، لان هنا مش هستخدمه مع فئه محدده، انا محتاجاه لاكتر من فئه واكتر من حاله. بالظبط. فطبعا دي حاجه حطيتها برضو من ضمن توصيات الرساله ان هو محتاجين ان هو الى حد ما يبدا ينتشر في المراكز الخدميه اللي بتقدم خدمات لذوي الاحتياجات الخاصه، وخاصه اطفال صعوبات التعلم. هذا الاسلوب من العلاج ينطبق على كل حالات صعوبات التعلم ام حالات محدده؟ والله يا فندم هو كل الحالات اللي بتعاني من مشاكل في الانتباه هو تكنيك علاج فعال لاضطرابات الانتباه، يعني تحسين الانتباه بالظبط، سواء يتعلق بصعوبات التعلم او غيره من حالات او ADHD وفرط الحركه وتشتت الانتباه. لان احنا دايما بنقول ان بعض يعني خلينا نقول ان احنا الانتباه ده بالنسبه لنا هو الاساس في ان انا هتلقى يليه الادراك ويليه بعد كده عمليه المعالجه اللي بتقوم بفهم المعلومه وان هو الطفل يدي رد الفعل. لكن لو ما فيش انتباه ما فيش تسلسل اللي بعد كده، ما فيش ادراك ولا في بقى خلاص، يعني الخطوات كلها هتقع بعد بالظبط كده يا فندم. بالظبط كده. بس برضو احنا برضو عشان برضو البعض ممكن ما توصلش لبعض الناس ان هو جهاز لعلاج صعوبات التعلم، لا هو بيعالج الانتباه او المشاكل النمائيه اللي تساعد على
تنشيط الموجات الدماغيه اللي بتحسن من الانتباه او عمليه المعالجه. تمام. ولكن ثبت بالفعل فعاليته. احنا ليه عايزين ناكد على النقطه دي؟ عشان لما نطالب انه يبقى متواجد في اماكن مختلفه لمساعده ودعم الاسر اللي لديها ابناء في هذه الحالات، يبقى هو ده مطلب حيوي، لان انا محتاجاه لحالات كثيره مش بالزبط. لحالات محدده يعني، واثبت فعاليته في العلاج يعني حاليا. بالظبط يا فندم، دراسات كتير جدا جدا ثبتت فعاليته للعلاج، وخاصه مع اطفال عسر القراءه وعسر الكتابه وعسر الحساب في الاماكن، تنشيط الاماكن اللي موجوده في المخ اللي فيها قصور في هذه النقطه بالظبط كده، في الوعي الصوتي والجزء الخاص بالفهم اللغوي اللي خاصه بصعوبات القراءه او الكتابه. ودي طبعا ليها دراسات كتير ثبتت ده. وزي ما قلت لحضرتك برضو ربما مع اضطراب التعلم المحدد زي ما احنا قلنا هو اضطراب نمائي عصبي في الاساس. ايوه. فان هي برضو ينشط بعض الخلايا الخاصه بالانتباه بالظبط كده، اللي تساعد الاطفال دول انهم يتحسنوا اكاديميا الى حد كبير. دكتور، التوصيات اللي خرجت بيها الدراسه بعد هذا الاستعراض وتقديم هذا الاسلوب كواحد من الاساليب العلاجيه وتحسين الانتباه لدى اطفال صعوبات التعلم. زي ما حضرتك تفضلت كده في بدايه الامر ان احنا برضو محتاجين ان هو يتعمم في بعض المراكز المقدمه للخدمات الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، وان الدوله يكون طبعا ليها دور فعال على قدر المستطاع في حاجه زي كده. الحاجه الثانيه زي ما برضو انا قلت في بدايه كلامي ان احنا في فرق ما بين الصعوبات وما بين اضطراب التعلم المحدد. قلنا ان اضطراب التعلم المحدد هو صنف من ضمن الاضطرابات النمائيه العصبيه. كنت انا برضو حاطط من ضمن التوصيات ان احنا نقدر بعد كده نستخدم الكيو اي جي اللي هو رسم المخ الكمي، ونقدر نستخدم المقاييس النفسيه العصبيه لربما ان احنا نقدر نفصل في التشخيص كتشخيص فارقي ما بين اطفال صعوبات التعلم او اطفال اضطراب التعلم المحدد، ويكون عندنا آلية واضحة مظبوطة علميا ان احنا نقدر نفرق ما بينهم علميا. وطبعا دي ما زالت لسه تحت البحث وتحت الدراسة. دكتور شريف، يعني لو قلنا رسالة أمل نتوجه بيها لكل أسرة لديها طفل من ذوي صعوبات التعلم. رسالة أمل إن أطفال صعوبات التعلم هم أطفال زيهم زي معظم الأطفال، أطفال بيبقوا محتاجين الدعم ومحتاجين الثقة بالنفس ومحتاجين يحسوا بالأمان وإن هم مش أقل من أقرانهم. محتاجين الدعم من المنزل، الكلام الإيجابي، التحفيز للطفل، إن إحنا نساعده، إن إحنا ما نتأثرش إن هو لو أنا شفته ضعيف في حاجة بالعكس أدعمه أكتر، ما حسسوش بمشكلته. دي مهمة كبيرة جدا، ودي مشكلتك. لأن إحنا بنتعامل بالعاطفة أو الأمهات طبعا ربنا يكون في عونهم، عايزين أولادهم يكونوا أحسن الناس، فبتتعامل بالعاطفة. لما تلاقي الطفل يعني غلط في حاجه عايزاه يبقى احسن، فغصب عنها ممكن ان هي تنفعل بالظبط كده. فاحنا محتاجين صبر، محتاجين تحفيز، بيفرق كتير جدا جدا مع الاطفال. لكن انت تتخيل لما ابقى قاعد مع طفل بشتغل معاه واقول له كلام ايجابي يبص لي كده نظره عايز يقول لي ايه ده، هو انا كده، هو انا فعلا كده، مش مصدق. فانا ببقى متاكد مليون في المية انه مش لاقي الدعم ده من البيت. فالاطفال دول محتاجين قوي ان هم ياخدوا الدعم وياخدوا الموضوع بتفهم. والجزء الثاني ان احنا نقدر ناخد بالنا من الاطفال دول، ما نقولش زي ما حضرتك تفضلت في بدايه الحوار، ما اقولش ان هو طفل شقي او طفل رافض الدراسه، لا، ممكن اوجهه للاماكن المختصه يقيموه بالظبط، هل هو طفل صعوبات تعلم ولا هو فعلا طفل ما عندوش مشكله لكن هو محتاج دعم اكتر ومحتاج. تمام. والتدخل المبكر مهم جدا جدا يا فندم في حالات صعوبات التعلم. بالظبط، التدخل المبكر. يبقى يعني امتى نقدر نقول التوقيت المناسب؟ يعني مجرد ما قبل دخول المدرسه؟ والله هو يفضل يا فندم قبل دخول المدرسه، على الرغم ان احنا طبعا زي ما قلت لحضرتك الدراسات ثبتت كتير ان هو لازم يكون جالس على مقعد الدراسه. بس زي ما قلت في بعض المؤشرات ان ممكن تدل ان الطفل ده ممكن يبقى صعوبات تعلم فيما بعد. زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا مشكله في الذاكره، بننسى كتير سواء اللي بنسمعه او اللي بنشوفه. مشاكل في الانتباه، مده انتباهنا بتبقى قليله، ما بنقدرش نقعد لمده طويله لحد ما نخلص المهمه اللي احنا بنقوم بيها. ما زلنا بنتلخبط ما بين شكل الحروف المتشابهه في الشكل زي الباء والتاء والثاء، زي الجيم والحاء، نلخبط في كتاباتهم، نلخبط في السمع بتاعهم في الاصوات، الحروف المتشابهه في الصوت زي الثاء والسا، زي الصا والسا، زي الكا والقا. ايوه تمام. الحاجات دي كلها بتديني بعض المؤشرات، خلي بالك ممكن ربما يبقى في صعوبات تعلم بعد كده. طول ما كان في تدخل مبكر في البدايه كل ما احنا بنتلاشى المشكله دي على المدى البعيد. تمام، ده بالنسبة للتدخل المبكر. طيب لو قلنا بالنسبة للطرف الثاني في هذه العملية، احنا بنقول صعوبات تعلم، فالمعلم هو شريك للأسرة في هذه المسألة عندما يدخل الطفل زي ما حضرتك تقول المدرسة ويجلس على المقعد الدراسي. المعلم أكيد ليه دور إن هو يقدر يفهم إن الطفل ده هو أي طفل له سلوك غير طبيعي لابد وأن تكون لديه مشكلة، سواء صعوبات تعلم أو غيرها.
فيعني مهم ان معلمينا ان يكون لديهم هذه الرؤية، اني اتعامل مع الطفل على انه مش هو مخلوق هو ده شقي، هو ده مهمل، هو ده ما بيسمعش الكلام، هو ده عنيد. لا، هي دي بتبقى كلها مشاكل تحتاج الى تدخل وتخصص. يعني احنا في عصر العلم دلوقتي، ويمكن حتى زمان كانت زي ما حضرتك بتقول فئة صعوبات التعلم فئة عامة صعوبات تعلم، لكن دلوقتي بدأ العلم يصنف هذه الفئة إلى فئات مختلفة، وده بيفرق في التشخيص والعلاج. فهنا المعلم عايزين نوجه له رسالة انه ازاي يتعامل مع الطفل داخل الفصل، ومع كل حالة على انها حالة مختلفة عن الأخرى. بالظبط يا فندم، دي حاجه مهمه جدا جدا جدا، لان المعلم ليه دور جوهري لتحسين اطفال ذوي صعوبات التعلم، او على الاقل يبدا ان هو يبقى يلاحظ المؤشرات الاوليه ان هو احتماليه وجود صعوبات تعلم لهذا الطفل. زي ما حضرتك تفضلت كده ان المعلم له دور في حته الدعم النفسي، وان هو يبتدي ياخد باله ان الطفل ده على الرغم ان هو بيتلقى نفس الجزء الاكاديمي زي اقرانه، على الرغم ان هو تحصيله اقل منهم، ودي من ضمن محكات صعوبات التعلم اللي هو محك التباعد. يعني ايه كلمه تباعد؟ يعني في تباعد واضح ما بين درجاته على الاختبارات التحصيليه، اختبارات الذكاء وقدراته التحصيليه. اختبار الذكاء بتاعه كويس لكن قدراته التحصيليه ضعيفه. ده هنا في تباعد ما بين الاثنين، هنا ابتدي اخد بالي ان هنا عنده مشكله لازم اتحرك فيها. بالظبط. تاني حاجه اخد بالي منها اللي هو محك التباعد، الاستبعاد، ان انا بستبعد ان وجود اي اعاقه عند الطفل، سواء اعاقه سمعيه او بصريه او حسيه، عشان ما اقولش ان دي عائق في عمليه الاكاديميه. بالنسبه للمعلمين برضه عشان نكون برضه احنا واضحين، مش كل المعلمين بيقدروا ياخدوا بالهم نتيجه كثافه بعض الفصول، وان هو بيبقى هو قاعد في الفصل مش واخد باله منه، ولو شافه هو مش هيبقى مركز مع ده ومركز مع ده ومركز مع ده. فمهم جدا يبقى في ورش عمل تقدم للمعلمين ان هم ياخدوا بالهم امتى اخد بالي ان الطفل ده عنده مشكله، او ان انا احوله للمكان المختص عشان نلحق نساعده بدري ان هو يقدر يتلقى الخدمه بتاعته صح، ويقدر ان هو ياخد البرنامج التاهيلي بتاعه صح. في بره في امريكا في نموذج اسمه نموذج التدخل الاستجابه، ان هو بيلاحظوا الاطفال دول بيدوهم نماذج اقل من المستوى الطبيعي. لو اتحسن فيه بيعرفوا ان ده طفل صعوبات التعلم، لان هو كده فهم المنهج اللي هو اقل من الايه، من الطبيعي. فهنا عنده مشكله، يبتدي يتحط له برنامج او المهارات الاكاديميه بناء على البرنامج اللي اتحط له ده. طب فشل في المستوى البسيط ياخد المستوى المتوسط، وهكذا لحد ما نقول لا ان هو محتاج منهج تعليمي مختص بيه. وده برضه في نموذج اسمه نموذج التربيه الخاصه من النظريات المفسره لصعوبات التعلم، ان هم ليهم اساليب اكاديميه او مناهج اكاديميه تكون مناسبه ليهم. طب بما ان حضرتك ذكرت هذه النقطة، هل طفل صعوبات التعلم مع التأهيل والعلاج والتدريب الصحيح المناسب يقدر بعد كده يستكمل العملية التعليمية بشكل طبيعي، يلتحق بالجامعة، يندمج في عمل؟ يعني حضرتك تقول لنا مستقبل طفل صعوبات التعلم. طبعا جدا يا فندم، طبعا طفل صعوبات التعلم مجرد ما اتأهل صح وخد البرنامج التأهيلي صح على ايد مختصين، طبعا بعد كده بيبقى طفل نورمال خالص ما عندوش اي مشاكل، وبيندمج في حياته الأكاديمية لحد ما يوصل الجامعة. يعني ممكن يلتحق بالجامعة بدون طبعا يا فندم. احنا حتى في بداية الكلام احنا قلنا ان في طفل ما بين في فرق ما بين طفل صعوبات التعلم واضطراب التعلم المحدد. طفل صعوبات التعلم مجرد ما زلنا السبب طفل رجع نورمال، تمام، لكن طفل اضطراب التعلم المحدد هو عشان الجزء بتاعه نماء عصبي فبياخد على المدى البعيد. عشان كده فرق التشخيص جوهري جدا ما بين الاثنين، مهم قوي على ايد مختصين. بالظبط. لكن طفل صعوبات التعلم مجرد ما شلنا الاسباب واشتغلنا عليها بيتحسن جدا جدا جدا. في نهاية لقائي أشكر الدكتور شريف أحمد عبد الحميد، أخصائي مقاييس واختبارات نفسية وعلم النفس العصبي جامعة عين شمس، ودكتوراه في علم النفس. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور شريف على هذه المعلومات والنصائح القيمة اللي قدمتها لمستمعينا اليوم. بشكر حضرتك. أنا بشكر حضرتك جدا جدا يا فندم وأسرة البرنامج على استضافتكم ليا، وشكرا جدا جدا لحضراتكم، وأنا سعيد جدا بوجود حضراتكم. يعني شكرا يا فندم، شكرا لحضراتكم. أصدقائي، بالحب التقينا وعلى الأمل يتجدد اللقاء، ونادي الأمل دائما جسر من الحب بينكم وبين إذاعتكم القاهرة الكبرى. أصدقائي، وحتى لقاء جديد ليس ببعيد من أسرة نادي الأمل، لكل أصدقاء نادي الأمل بكل الحب. شكرا
أصدقائي، كانت معكم إيمان نادر، هندسة إذاعية. شكرا لكم. دينا عبد الباسط.